أوقات كتير بنفقد أعصابنا، نزعق مع أولادنا، وبعد كده نحس بالندم ونفضل نعيط ونقول ليه عملنا كده. ايه اللي خلاني اتعصبت بالطريقة دي؟ أنا ليه مش عارفة أتحكم في أعصابي؟ خليني أقولك، انتي مش أم فاشلة أو وحشة، لأ، انتي إنسانة مضغوطة بتحاولي توازني بين ألف حاجة. انتي أم بتحب ولادها من قلبها، بس أوقات التعب بيغلبها. فعشان كده احنا محتاجين نعرف الأسباب اللي بتوصلنا للعصبية ونحلها. يعني مثلا من ضمن الأسباب انك مثلا بتكوني تعبانة وما صدقتي خلصتي كل حاجة، يجي مثلا الأولاد يبهدلوا الدنيا، فبتبقي حاسة ان انتي الوقت البريك بتاعك اللي انتي هترتاحي فيه هتضطري تشتغلي فيه، فده بيضغط عليكي ويخليكي تتعصبي. برضو من ضمن الأسباب انك ممكن تكوني مثلا قاعدة بتفكري في موقف كان معصبك ومزعلك جدا ومضايقك، وبيجي في نفس اللحظة الولاد يعملوا مشاكل أو يجي حد يكلمك، بتلاقي نفسك انفجرتي فيه من غير ما تحسي. ممكن تكوني لسه جاية من الشغل وتعبانة ومش قادرة، وأول ما بتدخلي تلاقيهم يمسكوا في بعض وطلبات ومشاكل. دي برضو من ضمن الأسباب، وحاجات بقى من دي كتير. ساعتها بتحسي ان ولادك أنانيين، مش حاسين بيكي، مش حاسين ان انتي تعبانة. لا، عايزة اقولك هما ولا أنانيين ولا وحشين. كل الحكاية ان احنا مش بنشاركهم مشاكلنا او شعورنا، وده بيخليهم يفكروا في نفسهم وبس. طيب الحل ايه؟ الحل اللي احنا نقعد نتكلم معاهم. تقعدي كده في لحظة تكوني رايقة تتكلمي معاهم، واول ما تبدأي الكلام اعتذري لهم. اعتذري لهم على كل موقف صدر منك في وقت عصبية. صدقيني الاعتذار ده هيخليهم يتقبلوا كلامك وهيعلمهم الشجاعة. وتكلمي معاهم ايه سبب العصبية. يعني مثلا تقولي لهم حصل معايا موقف كنت بفكر فيه، ولما انتوا جيتوا اتعصبت عليكم. او مثلا لما انا باجي من الشغل بلاش تعملوا مشاكل اول ما بدخل، او بلاش تطلبوا مني طلبات اول ما بدخل، انا ببقى جايه تعبانه وعايزه ارتاح. عرفيهم لما بيحصل بينهم مشاكل وخلافات دي حاجه بتزعلك جدا وبتسبب لك عصبيه، وبتخلي ان البيت بيكون فيه طاقه سلبيه. لكن لما يكونوا كويسين مع بعض انتي بتكوني مبسوطه، وعمرك ما هتتعصبي عليهم، والبيت هيكون فيه طاقه ايجابيه. لازم تعرفيهم الفرق بين الاتنين، وتقولي لهم انتي قد ايه بتحبيهم ونفسك يكونوا احسن ناس في الدنيا. اتكلمي معاهم، بيني شعورك ليهم، وخدوا عهد مع بعض، وابدأوا صفحة جديدة ورحلة جديدة، رحلة فيها حب وأمان. وعلميهم ازاي يعبروا عن شعورهم. يعني قولي لهم انا لما انا حسيت اني متعصبة ومتضايقة قلت اقعد معاكم واعرفكم ايه السبب، واللي احنا نبدأ صفحة جديدة مع بعض. انتم كمان لما تكون في حاجة مزعلاكم او مضايقاكم تعالوا نتكلم ونحلها مع بعض. علميهم قوة الحوار، خليهم أقوياء، خلي عندهم شجاعة إن هما يتكلموا ويعبروا عن اللي جواهم، ما يكتموش جواهم، لأن دوت هيسبب لهم عصبية. عرفيهم إن الكلام بيريح وبيخليك تفهم اللي قدامك واللي قدامك يفهمك، بس ده بنعمله مع الناس اللي احنا بنثق فيهم بس. وبعد ما تخلصي كلامك اسأليهم لو حد فيهم عايز يقول حاجة، او عايز يتكلم في اي حاجة او حاجة مزعلاه منك يقولها لك. خليهم يطلعوا كل اللي جواهم، واسمعيهم بكل هدوء من غير سخرية. حتى لو هما قالوا اي كلام اسمعيهم وقدري كلامهم جدا. وبعد ما تخلصوا كلام احضنيهم كلهم ووعديهم اللي احنا هنكون احسن، وعلاقتنا مع بعض هتكون اقوى. عايزة اقولك القعدة دي هتفرق في نفسيتهم جدا، وفي نفسيتك انت كمان، وهتلاقي الموضوع اختلف تماما. ممكن بعد مدة هيبدأ يحصل خلل، عادي، قرري الموضوع تاني وقعدوا مع بعض تاني. يعني مثلا بينك وبين نفسك حددي وقت، كل مثلا شهر اقعد معاهم القعدة ديت ونصفي ونشوف ايه الغلط اللي احنا غلطناه في الشهر ده واللي زعلنا من بعض،
فما نعملوش تاني، ونبدأ معاهم رحلة جديدة، رحلة حب مع أولادنا.